اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي في الله؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. حبيت اشكر كل اخواتي ومتابعيني اللي تابعوني جداد. الف شكر لكم. يا رب يجعل الفرح قدامكم والسعادة خدامكم ان شاء الله، ويا رب يسعدكم ويجبر بخاطركم كده جبر يتعجب له اهل السماوات والارض. النهارده قلت اعمل ايه؟ اكل زمان وروايح زمان، اكل الزمن الجميل، اكل امي ربنا يعفي عنها ويدي الصحة، واكل جدتي الله يرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة. النهارده قلنا نطبخ بط بألف هنا وشوف علينا وعليكم، ويا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. يا رب كده الفيديو إن شاء الله يعجبكم من رضاكم. النهارده قلنا نحضر مع بعض الأكل. الجو حر خالص بصراحة. يا رب يعين الناس على حاله، ويعين الرجال اللي شغالين في شغلهم دي عشان أكل العيش، والله العظيم صعب. واتمنى كده يا رب فيديوهاتي تعجبكم وتنور رضاكم ان شاء الله. وما تنسوش تدوسوا اللايك، صلوا على نبينا الزين ودوسوا اللايك بيدكم الاثنين يا اخواتي وحبايبي في الله. النهارده قلنا نحضر كده مع بعض. معلش اتاخرت عليكم في تنزيل الفيديو، لاني بصراحه ما كنتش موجودي. فالحمد لله النهارده رجعت شقتي، والواحد يا جماعه والله ما بيرتاح غير الا ببيته وفي شقته وفي مكانه بصراحه. حتى لو كان بيته اياه برضو ما بيرتاحش غير في مكانه بس. يا رب اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا الله، نحن وكل إخواتنا وكل حبايبنا وكل السامعين أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة هنشتغل مع بعض. جبت بطة. كان جوزي مودهم لي الفرارجي يعني منضفهم وودهم في الرياشة يعني. جبت لها 3 ليمونات وهنحصرهم كداتي، وملح ودقيق، وتغسليهم غسلة زيني. والبط معاك سواء كان بط او فراخ يطلع بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. يا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله. هنحصرهم كده عصرة زيني، ونحط لهم دقيق، ونحط لها ملح، ونغسلها غسلة حلوة كده. دي ملح خشن يا جماعة، شايفين بوريكم من الملح خشن بسم الله ما شاء الله. ودي شوية دقيقة، عاوزة تحطي معلقة تحطي معلقتين، تحطي 3 على حسب ما عاوزة حطي. وتغسليهم غسلة زينة وتمرغيهم مرغة زينة. شايفين ما شاء الله الصدر بتاع البطة بسم الله ما شاء الله مجمد وغريض كيف، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. احنا دلوقتي هننقعها مع بعض. شايفين ودينا بعد ما نقعناها، شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد يا رب. لازم يا جماعة ديتي نغسل البط غسلة زيني، سواء كان بط أو فراخ لازم نغسله كويس. شايفين بسم الله ما شاء الله. ده طبعا الرقبة براسب تحت البطة. وهنغسلهم غسلة زينة مع بعض كده، ونكون طبعا حاطين حلة الشوربة على البوتاجاز، عشان لازم سواء كان بط أو فراخ لازم يندلى في الشوربة وهي وبتغلي، أو هتكون داخلة على مرحلة الغليان. شايفين بسم الله ما شاء الله المية على كده حاليا داخلة على مرحلة الغليان. فلما لقيتها خالص طلعت بقبيق، رحت هديتها قلت على ما اغسل البطة كويس وانضفها زينة كده واحطها، وبعد ما احطها اروح اعليه بسم الله ما شاء الله. ما تحطوش يا جماعة الفراخ او الكمبات، ما تحطوش في مية لسه ما تكونش فارغ، لازم تكون المية يعني هتغلي كده او بتغلي، لازم تحطوا فيه. وهنا تنزلنا ببصلة وطمطامة قطعناها مكعبات، وعندك بهارات فراخ حطي. ال4 فصوص توم دول يا جماعة بيخلوا ريحة البطة حلوة كده وجميلة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وحطينا 7 بهارات. البهارات دي وحطينا زي ما انتوا عارفين حيقناها حيقة من اولها يعني. هنسيبها لحد ما تغلي، لو فيها ريمة نحشوها
وهنا جبنا بصلتين. هنعمل ايه؟ هنعمل الحياكة. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب كده الفيديو يعجبكم منه رضاكم. ما رضيش والله اخلطهم في الماء في الكبي. قلت هما بصلتين هعملهم مع المبشرة. فانا الحمد لله يعني الحمد لله بسم الله ما شاء الله. بعد ما فرمنا البصلتين هم يا جماعة، حطينا الحلة على البوتاجاز، حطينا شوية سمن وشوية زيت، وهنجيب الطماطم نفرمها طبعا في الخلاط ونغسلهم غسلة زيني. كان عندي شوية طماطم ففضيت الطماطم اللي هي في شنطة البيضة في الجرد، ودول طلعتهم جبت دول على دول. قلت عشان ايه خسارة القديم ما يقع. هنغسلهم غسلة زيني ونحصرهم على الخلاط عصرة زينة برضو. شايفين البصلة حطينا لها الملح، ودي لك الطماطم. هتقولي لي مش بعد ما غسلتها ما كبتش منها المية؟ ضريت يعني لو لا قدر الله حاجة كده ولا كده روح اشيلها في المية. الطماطم ما شاء الله ناشفة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الشوربة بعد ما غلت تحت البطة لازم نحش الريمي. بس المفروض ايه ما كناش حطينا لها بهارات ولا حاجة غير ايه بعد ما قشطنا الريمي. بس ما يعملش حاجة بقى نحط له شوية بهارات تاني. الريحة بتاعتها هي طالعة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ما شاء الله البصلة اخدت لون، وهننزل عليها ضربت بعصير الطماطم بسم الله ما شاء الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا مالك يوم الدين فرج يا الله. انا وريت لكم البصلة اخدت لون الحلو كده مصفر جميل، وحطيت عليها بعد كده عصير الطماطم ومسمسة الخلط بشط مية، وحطيتها ديني معاكم. وبعدين هقلبها واسيبها ايه تغلي وتاخد مع نفسها كديتي. هنا الفصلات دول انا منقعوهم من عشي، مش من عشية والله الواحد الحمد لله جاله الزهايمر. يعني من الساعة 6 الصبح نقحتهم لحد الساعة 9. شايفين؟ فمعلش يعني هيجي الفيديو ما في حتة عمل الغضب تحت الفاصوليا. المفروض انا كنت وريتهم لكم الاول بس هتشوفوها دلوقتي اهو. اتحط الغلط ما عليهاش. كان عندي شوية وشوية رحت نقيتهم حطيتهم على بعض وغسلتهم ونيختهم بشط مية من الساعة 6 لحد الساعة 9. وبعد كده هحطهم قدامكم على البوتاجاز زي ما انتوا شفتوني دلوقتي. ده الزبط اللي طلعناه من الفاصوليا. شايفين ما شاء الله. آه دلوقتي احنا هننقعهم ونسيبهم ايه زي ما انا قلت لكم من الساعة 6 لحد الساعة 9. يا رب. هنا ما شاء الله الفراخ البط استوى. لو عاوزين يا جماعة تحطوها في صلصة الطماطم حطوها، دي بتديلها طعم احلي وبيبقى طعم مختلف تماما عن لما تكون في الشوربة. بصراحة انا ما تستغربوش ان انا حطيتها في صلصة الطماطم لاني اتعودت. كنت اشوف ستي زمان الله يرحمها كانت تحطها زي كده. اقول لها يا ستي مش انت طيبتها في الشوربة؟ تقولي لا يا ستي احنا خليناها ناقصة كم غلوة عشان تطيبها فيها في الحياجة. هما كانوا يقولوا عليها حياجة زمان. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. لو انتوا مش عاوزين تحطوها كده ما تحطوهاش، بس لو انتوا عاوزين تحطوها حطوها. الطعم دي بيفرق جدا 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 جدا. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب الفيديو كده ان شاء الله يعجبكم من رضاكم. هنيت انا وريتها لكم هحط لها شويه شوربه وخليهم ياخدوا غلوتين 3 لان هي ما نقصش غير الا غلوتين 3 بس. والله عيالي دوشين ومخليني كده استغفر الله العظيم الواحد عارف يعمل حاجه. هنا الفاصوليا اهي وريتها لكم قبل ما تغلي، وبعد ما غلت هنسيبها نخليها تستوي مع بعضها كده. هنقولها بابة ملح عشان ما تبقاش عادمي. لو عاوزة تحيجيها حيجة، لو مش عاوزة تحيجيها خلي الحياجة بتاعتها تبقى حاجة من الاول.
شايفين هنا بعد ما استوت الحمد لله. هنغطوها وتاخد تدي مع نفس لحد ما تستوي هي كلها، يعني فاضل لها كام غلوة جديد. شايفين بسم الله ما شاء الله. انا ما كترتش يا جماعة بصراحة الطبيخ، قلت زين غدا وعشاء وزيان عشان الجو حر والحمد لله. هنا جبنا ملقية من السوق وغسلناها وسايبينها تنشف تحت المروحة احنا على جديد عشان هنقرطفها مع بعض ونشوفها جديد. بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. يا رب. هنا انا بوريها لكم الملقي، وهنيتي هحط حلة على البوتاجاز وانزل عليها بسوي الشوربة عشان ايه، ووقع طماطمية هنيت راح نحشوها مع بعض قدامكم. وحطينا شوية داي شطة بفلفل كزبرة اللي حطيناهم في حلة الشوربة بتاعت اللي هي تحت الملوخية. وهنا حطينا الطاوة على البوتاجاز وحطيناها فيها معلقة سمنة وشوية زيت. وادي الملوخية يا جماعة بعد ما وريتها لكم وخلطناها والحمد لله وجهزت. ودينا حطينا الحلة مع بعض ودينا هنطشلها. بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. شايفين ما شاء الله الملوخية ولون الملوخية وجمالها وريحتها بسم الله ما شاء الله. لو انت عاوزة تحطي في الملوخية قرن فلفل اخضر حامي حطي تفرميه مع الملوخية. لو عاوزة تحطي في السنتوم برضو مع الملوخية حطي انتوا بتفرميه حما يبقى طعمها بسم الله ما شاء الله. انا ما اقول لكم يعني هنيتي جبنا ب15 جنيه رز كان ولا ب20 مش عارفة. وهنشوفهم مع بعض ونعملها. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. دي رز يا جماعة فالت مش مشترينه بالكيلو، على كده مشترينه فالت. هنا حطيت في الحلة على البوتاجاز وحطيت لها شوية سمنة وشوية زيت وهنحمرهم مع بعض ان هو هنعمل رز حبة وحبة. بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. لازم الرز كده لما نكون هنحمروه حبة وحبة لازم نخليه يبقى ذهبي وحلو ولونه كده يبقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين هو لسه فاضله قلبتين عشان يبقى ما شاء الله. شايفين هو اللون المظبوط دي. هنحط دلوقتي الراس. شايفين بسم الله ما شاء الله الكاميرا والله زل عظيم ظلمة. يا رب كده ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. واتمنى انكم تسمعوا فيديوهاتي واتمنى ان قناتي تحقق الشروط عاجلا غير اجلا لان انا فاتحه القناه دي بصراحه عشان اساعد جوزي في مصاريف اولادي يعني. ويا رب ان شاء الله يعيننا كده ويعين كل ابو وام على اولاده وعلى مصاريفهم ويعلمهم التعليم ان شاء الله التعليم العالي يا رب. ما تنسوش تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناه مطبخ الطيبين نية. ويا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. شايفين ما شاء الله لازم نخلي الرز كده نقلبوه بعد ما نحط الرز احنا كنا حاطين الرز الاصفر ونخلوه يحمر وبعد كده ايه نقلبوه مع بعض يشكل كده عشان ما يعجنش. بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة. بسم الله ما شاء الله. شايفين الرز بعد ما استوى يا جماعة. شايفين بعد ما استوى. طب والله الكاميرا ظلمة والرز بسم الله ما شاء الله طالع بيتكلم عن نفسه. قال لك يا جماعة العين بتاكل قبل البوق. بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم. وما تنسوش تدوسوا لايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين 2. واقول لكم لو وصلتوا معي لحد هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.